ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده او الفيديوهات دي هتكون صعبة عليا جدا، وكانت صعبة عليا جدا ان انا اصورها بدون اي رومانسية بقى او افورة. ليه؟ لانه ببساطة من حوالي 6 شهور او 9 شهور حاولت ان انا اسجل فيديو ربع ده، وحرفيا ما لقيتش حاجة اقولها. جيت اتكلم عن الرجولة بجد، بصيت للكاميرا بلمت، مش عارف اطلع كلمة. ليه؟ ببساطة لان الموضوع مش بسيط وفي نفس الوقت مش معقد، بس اغلبنا اتربى عليه بشكل غلط يا اما ما اترباش عليه اساسا. تمام. يعني مثلا هتلاقي ناس كتير مثلا واسمع معايا لحد يعني او ما تسمعش. هتلاقي ناس كتير مثلا بتهزر مع بعض بالايد، مثلا صحاب، او بيشتموا بامه مثلا. معلش انا مش جاي ايه اعمل لك بقى ايه ويا رجاله وعيب يا رجاله وما يصحش وبتاع، لا بجد انا جاي اتكلم معاك بمنطق. انا دلوقتي واحد لا مؤاخذه مش مخصي. تمام. ليه لما واحد يشتمني بامي ده ما يأثرش فيا؟ ليه لما اشوف بنت جامده في الشارع اقول له اوعى مش عارف ايه؟ انت بجد يعني انت بجد؟ انتوا يا جدعان انتوا بجد؟ انت فاهم حاجه؟ انت كده ديوس يا اسطى. ما هي مش تبعك ماشي، بس معديه قدامك. ما هو انت مش راجل، ما هو انت مش راجل زي اي واحد مش راجل نزلها من بيتها كده، زي اي واحد مش راجل عدت من قدامه كده وما اتكلمش. انت فاهم؟ لما انت تبص وتقول اوف واح وام واخت واب، المفروض اقل واجب المفروض تتقرف. انت المفروض تشوف خلقه زي دي تتقرف. فاهم حاجه؟ ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. دي كده مقدمه عن اللي ناوي اتكلم فيه باذن الله يعني. طيب ليه؟ لان ببساطه كله فاكر ان هو عارف ده. يعني كله فاكر ان انا راجل وانا سبع مش عارف ايه وانا زي. بس في الغالب مش في الغالب، في الواقع ده مش حقيقي. وخلينا نبقى صراحة مع نفسنا، مفيش حد فينا راجل كامل. ماشي. مفيش حد فينا اللي هو 100% انا راجل، انا مقطع الدنيا، انا دبيح، انا جايب اخرها. ده مش موجود. ماشي. طيب احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نقرب لايه؟ للكمال. بنحاول ان احنا نبقى احسن حاجة احنا ممكن نبقاها. ليه؟ عشان انت لسه عايش ولسه فيك نفس، فانت طول ما انت فيك نفس انت بتحاول تبقى احسن. لو انت ما بتحاولش تبقى احسن يبقى انت مت. ماشي. اقفل بقى الفيديو وروح بقى ايه، نام واتغطى وبعدين يبقى اسألني ده انا ما بتطلعش ليه، بسألني انا بروح الجيم وجسمي ما بيكبرش. يبقى اتكلم بقى في الحاجات دي كلها، روح بقى خد استيرويد، ولا روح خد بروتين، ولا روح خد كرياتين، ولا الكيكة دي، وافرح لي بنفسك ونزل صورتك على النت ووريني صدرك. ها؟ هترضع قريب. ترضع قريب انت وهو. والله يا جدعان انا جوايا كتير. ماشي. طيب شوية حاجات عايز اقولهم قبل ما اخش في الموضوع، الا وهما انه انا معيش الحياة المطلقة. في حاجات كتير من دي محدش علمها لي. مفيش كتاب بيقول لك how to be a man. في نقطة مهمة جدا 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 جدا، وهي انه في فرق ما بين كونك راجل وبين كونك حيوان. ماشي. عشان في ناس بتاخد مسمى الذكر ويطبقوه على الراجل. الذكر حاجة والراجل حاجة، او خلينا نسميهم حاجتين مختلفين حتى لو هما لغويا نفس الحاجة وهما لغويا مش نفس الحاجة. تمام. اللي انا بقول لك اوف ده ذكر. طب ما عادي يا جدعان، انا ممكن ابقى ذكر بس مش راجل. ممكن ابقى مع النسوان دبيح. تمام. بس انا مش راجل. تمام كده. ده بيحصل يعني، ده موجود يا جماعة. مش معنى ان انا ما بخافش من اي حد ومش عارف ايه وبتاع يبقى انا راجل. لا، انت عادي ممكن تبقى ذكر. فاهم؟ ما انت كده حيوان يا اسطى. ما هو في حيوانات كده. يعني في حيوانات عندها اللي انت بتتكلم فيه ده بيعملوه. ايه بقى اللي يخليك راجل؟ اللي يخليك بني ادم راجل. فاحنا عندنا كلمتين، عندنا بني ادم وعندنا راجل. حط الاتنين جنب بعض. لما حد يشتمني بأم امسكه اعوره، انا كده ما بقتش راجل. افهموها بقى كده، انا ذكر. ماشي كده، انا بتصرف تصرفات ذكر. تصرفات طاووس بقى. تصرفات بقى اسد. خلق افرح بقى انت بنفسك قول انا اسد. ماشي. انما ما تجيش تقرفنا وتقول انا راجل. قول انا اسد. انا هتبسط بيك لما اشوفك اسد يا عم. ماشي.
في تصرف، في فرق ما بين ذكر وراجل. ماشي، ده كده تحذير مهم بالخط العريض كده. في فرق ما بين ذكر وراجل. راجل عارف وراه ايه، وعارف يعمل ايه، وعارف ايه اللي يفيد بلده، واللي يفيد عيلته، واللي يفيد اخواته، واللي يفيد اصحابه، واللي يفيد منطقته، وعارف الصح فين وبيعمله. ما بيروحش يعمل مشاكل من ولا شيء عشان يقول انا راجل. بيروحش يعلي على واحد تاني عشان يحس انه راجل. ده كده واحد ناقص. ماشي، ده كده واحد ذكر، ماشي افهمها، بس ناقص. تمام كده. دي كده شوية تحذيرات. طيب ايه تاني؟ يمكن انا وانا في اللي انا كنت بقوله ده وضحت لك قد ايه الموضوع ممكن يبقى معقد. تمام، يعني الموضوع معقد شوية. في فرق ما بين دي وفي فرق ما بين دي، في فروقات يا جدعان في المسميات. فنخلي بالنا من ده واحنا ايه، واحنا داخلين كده على طريق الرجولة. تمام، تعالى كده ايه، نسمي الله ونخش مع بعض على طريق الرجولة. ففي فرق ما بين دي وما بين دي، والموضوع معقد شوية، بس لما يتفك هيبان سهل وبسيط. تمام كده. ونفهم شوية ايه بقى الدنيا بتتكلم في ايه، يعني الواحد بيبقى راجل ازاي. عشان اي حد فينا، اي بني ادم فينا بيقع في الحتة دي. تعال اديك مثال. الراجل بيعرف امتى يزعق وامتى ما يزعقش. تمام، وبيعرف لما يزعق يقول ايه. ما بيلزقش حاجة في حاجة. تمام كده. وما بيلزقش حد في حد. تمام كده. بمعنى، انا دلوقتي بزعق، حد عمل قدامي حاجة بزعق. بزعق بقول ايه بتفرق. بزعق امتى؟ ما زعقش الواحد اكبر مني، ما زعقش الواحده ماشيه في الشارع. تمام، ولما زعق يبقى في هدف. انا واحد دلوقتي اكبر مني، واحد عنده 40 سنه، وقف وشتم المنطقه، اعمل ايه؟ طب ما انا عادي، ما انا ازعق بقى في موقف زي ده. بس ازعق ليه؟ ازعق ليه؟ عشان طريقه زق، انا كده بزق. ممكن ازعق في موقف زي ده، بس ازعق ليه؟ عشان في دوشه، في صوت، فانا بزعق. في طاقة جوايا، في خنقة، فممكن ازعق. بس ابقى واعي وانا بزعق بقول ايه. تمام كده. تمام كده. فانا دلوقتي ايه اللي بيطلع من لساني؟ بيطلع من لساني ما ينفعش يطلع مني عيبة. يبقى انا كده بقيت ايه؟ مش راجل. تمام كده. يطلع مني ايه؟ ما فيش. هو يشتم بالام اروح انا ايه؟ شاتم بالاخت. ما انت كده تبقى اوسخ منه، ما اصله اكبر منك. فانت لما هو شتم رحت انت شاتم، رحت مادد ايدك، ما انت كده اوسخ منه. بالصح يا جدعان، بالايه، بالاصول، بالعقل. ده واحد دلوقتي شتم، اروح انا اعمل ايه؟ اللي انت بتتكلم فيه ده غلط، وروح على بيتك. عشان ايه؟ محدش يقل منك، الله يرضى عليك. الراجل ده يا باشا طول في اللي هو بيتكلم فيه، تجيب له حد من طوله، من سنه، من منطقته، يشكمه يحكمه يلمه. الراجل ده يا باشا ما بيتلمش، يتكبح. يعني ايه يتكبح؟ يعني ايه يتكبح؟ يعني يتعلم الصح بالاصول. ودي مش هفهمها لك، دي ما دي بالعقل كده. ربنا ادانا عقل. دلوقتي انا يا عم مديري في الشغل بيحلو عليا، ما اروحش ماسكه ضربه. طب ما انت في الاول في الاخر مديرك في الشغل. يا عم هو متعود انه بيحلو على الناس وبتعديها. ما تجيش انت بقى ايه، هو جاي يحلو عليك وهو بيحلو على كل اللي قبلك، تروح تافف في وشه ورميله الحاجه وماشي مثلا. انت كده مش رأي. انت استفدت ايه؟ ما انت قطعت عيش نفسك وما علمتوش. هيقول لك ده عيل مهزأ. انت فاهم؟ هو ما وصلوش اللي انت بتتكلم فيه. فانت تروح، التصرف المنطقي اللي انت بتعمله ده غلط. قل تاني، قل تاني. يا باشا اللي انت بتعمله ده غلط وما يصحش. ايا كان بقى هتقولها ازاي. ليه انت كده انت كده راجل؟ ليه انت كده وقفت لنفسك وللي معاك في الشغل؟ ما انت يمكن معاك في الشغل مش عارفين يقولوا البقين دول. فانت لما تتف عليه وتاخد بعضك وتمشي، طب ما انت سبت التانيين في الزبالة اللي هم فيها. يبقى انت كده قلت معاهم. فاهم حاجة؟ بص للصورة كاملة، بص للموضوع من بره، حاول تفتح دماغك. فاهم حاجة؟ ما تلزقش حاجة في حاجة. يعني دلوقتي واحد شتم الناس، ما جيش اروح داخل خبطه بكتفي واروح ماسكه ضربه كده عشان انا ساعة الموقف الفلاني ما عرفتش اتكلم. لا، هيروح هو قايم عامل لك ايه؟ يقول لك انت عبيط، انت بتعمل ايه؟ وروح ماسكك ضربك. وكمان تمسكوا في بعض، تضربوا بعض، واحد يسحب مش عارف ايه، واحد يطلع مش عارف ايه، تضربوا، تعملوا مشكلة. طب ليه؟
عمل الحاجه الغلط يا باشا اقول له انت عملت واحد اتنين تلاته، يا عم دماغي ما جابتش ساعتها، بعدها اجي اقول له يا باشا انت عملت واحد اتنين تلاته واللي انت عملته ده ما يصحش اتكلم. جه هو رد بغلط، اتعامل زي ما قلنا قبل كده. انما ما اجيش البس حاجه في حاجه والتاني اصلا مش مجمع ان انا بلبس الحاجه دي في الحاجه، ما لبسش بني ادم في بني ادم. ما يجيش واحد عشان اخوه عمل مش عارف يروح ماسكه وهو ضربه. طب طب ما هو ده ماله هو ما يعرفش اصلا انت بتضربه على ايه. طب ما يمكن انت لو قلت له اقول لك التاني ده غلطان. يا عم قلت له هو ما جابلكش حق، قول له انت ما بتجيبش الحق، انت غلطان تاني عشان انا قلت لك وانت غلطت وما جبتليش حق، انا عايز حقي. كلام بكده تقول له انا عايز حقي، انت دلوقتي غلطت في انا عايز حقي. خد بالك انت هتتفاجئ ان هتلاقي 99% من الناس لما بتتكلم معاه كده دماغه بتفتح وبيفهم، بس لما يبقى فاهم البقين اللي انا بتكلم معاك فيهم دول. ده كده اول فيديو، مش عايز اطول فيه، اتمنى ما كنتش طولت. اشوفك فيديو تاني.